السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أروي لكم اليوم قصة فيها من العظات والعبر ما يجعلنا نحمد الله سبحانه وتعالى في كل ثانية تمر علينا. قصة لرجل من أثرياء العالم الذي أعطاه الله الأموال والجاه وكل ما كان يحلم به أي بشر على هذه الدنيا. يقول هذا الرجل كان يظن أن الأموال يستطيع بها أن يحقق كل ما يتمنى، وفعلا ما كان يحلم به كان يحققه بواسطة هذه الأموال، ولكن سلبه الله نعمة واحدة وهي نعمة الإنجاب. لا يستطيع أن ينجب. كان يحلم أن يرزقه الله ببنت أو ولد، فلف على كل دول العالم. يقول لم يترك دولة من دول العالم إلا ووصل إليها، وقابل أشهر الأطباء في العالم المتخصصون في مجال الإنجاب، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يأذن. فرجع الرجل إلى بيته وسلم أمره لله سبحانه وتعالى، وتوجه بدعوة خالصة من قلبه لم يدعوها أحد من قبله ولا من بعده. صلى ركعتين وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في وقت متأخر من الليل، وقال دعوة فتحت له أبواب السماء. قال اللهم إني لم أقدر لكنك قادر. ووافقت وقت فتحت لها أبواب السماء واستجاب الله سبحانه وتعالى دعوته. يقول هذا الرجل لم تمر 9 أشهر إلا ورزقه الله بولد.